كتنتشر روايات بزاف على الجن اللي كيهاجم الانس سواء امراه ولا راجل. ومن هاد القصص قصه وقعت في السعوديه، بحيث وقعت قصه مخيفه ومرعبه لواحد الدرجه ما يمكن. والمدهش ان هاد القصه حقيقيه، والبطله ديال هاد القصه ديالنا بنت بحال الناس كامل. كانت كتعيش مع الاب ديالها، وكانت البنيه مرضيه وكتهلا وكتخاف على الاب ديالها اللي كان كبير في العمر. ولكن في يوم من الايام عشق البنت عفريت من الجن وسكنها ورد لها حياه عذاب وجحيم ما كيساليش. البنت كانت كتحلم كل ليله باللي كيجي عندها شي جن كيغتصبها وكينتهك الحرمه ديال الجسد ديالها. ودازت الايام على البنت ولات الحياه ديالها كلها بؤس واكتئاب بلا معنى وبلا هدف. والحاله ديالها بدات غاديه وكتدهور لدرجه ان شعرها بدا كيشيب بواحد السرعه ماشي عاديه. وهنا حس الاب ديالها ان بنته كتضيع منه، وبدا كيشك في شي حاجه خطيره كتوقع للبنت ديالو وباللي ولات مسكونه من الجن. وهنا قرر الاب يقصد شي شيخ اولا شي راقي يرقي له بنته بالقران، كما على الله تولي البنت لحياتها الطبيعيه. وداكشي اللي كان قصد واحد الراقي معروف في المدينه بالعفه ديالو، وجمعها الراقي وبدا كيقرا القران على البنت. وفجاه وبلا اي مقدمه وقع امر مرعب ومخيف ما عمر باها توقعوا. فمنين كان الراقي كيقرا عليها القران وكلام الله، البنت بدات كترعد بواحد الطريقه غريبه وتبدل الصوت ديالها، وهدر الجن بصوتها وبدا كيهدد اي واحد كيقرب من البنت. وقال لهم باللي المره الجايه اللي غادي يجي فيها يديها معاه وغادي ينتقم منهم واحد واحد وخرج منها. وفي ديك الليله نعسات البنت بوحدها في بيتها، وفي نص الليل بداو الشراجم كيتهزوا والبيبان كيتزدحوا، وغبرات البنت فحال عمرها كانت. خطفها الجن وهرب لشي جبل في ديك المدينه. ومن بعد يومين باش تخطفات البنت كان دايز شي راجل من رجال الامن وشاف مشهد اقل حاجه يمكن لينا نقولوا عليه انه مشهد مرعب. شاف بنت كطيح من القمه ديال واحد الجبل وبالزربه قصدها باش يعرف شنو وقع للبنت. لقى البنت ضعيفه بزاف وحوايجها مقطعين. هضرات البنت معاه وقالت له بغيت نشرب، وما قدرش يعطيها الماء حيت فجاه غبرت البنت من حداه وما عرفش كيفاش وقع هادشي. ومنين انتشرت القصه ديال هاد البنت في ديك المنطقه، امر امير ديك المنطقه باش يبداو يقلبوا عليها، ودار واحد الجائزه كبيره لاي واحد لقاها. واخا هاد البحث كامل ما لقاوش هاد البنت وما تلقاتش البنت لحد الان، وبقى السر ديالها لغز مرعب. وهنا غنكونوا وصلنا للنهايه ديال القصه ديالنا. قولوا لنا ارائكم وشاركوا هذه الحلقه مع من تحبون، والسلام عليكم.